الوقف القرآني الأول بالواديين يتكون من 5 أدوار وبه 42 شقة، وبني على أحدث طراز وعلى جميع المواصفات القياسية المطلوبة، كما يقع المبنى على 3 واجهات، ويتضمن مواقف تتسع لأكثر من 50 سيارة دون المواقف المجاورة العامة. وقد بلغت تكلفة المشروع 4,850,000 ريال. الوقف القرآني الثاني لجمعية التحفيظ بالواديين يقع في أحدث مخططات مدينة أبها حي المنسك، ويتكون المبنى من 4 أدوار، وقد نفذت ولله الحمد بأفضل الطرق وبأجود الأدوات المتداولة في السوق، بتكلفة إجمالية بلغت 3,647,000 ريال. وقف الحفاظ. تتمنى الجمعية في إيجاد مكافأة لحفاظ كتاب الله بوقف للحفاظ، حيث يصرف ريعه على حلقات الجمعية، وقد توفرت ولله الحمد أرض هذا الوقف من ورثة الشيخ علي بن سعيد بن عسلوف رحمه الله، وتقع هذه الأرض على الشارع العام التجاري، وتم اختيار فكرة إنشاء محلات تجارية وشقق استثمارية على 4 أدوار، حيث يكون الأرضي تجاريا والأدوار 3 للشقق، وسيكلف المشروع تقريبا 2,920,000 ريال. تخيل أن كل هذه الأرقام حسنات في ميزان أعمالك يوم القيامة، ولكن نسبة تغطية الأوقاف لمصروفات الجمعية: الوقف الأول، الوقف الثاني، باقي المصروفات. كن سباقا في تعليم كتاب الله عبر وقف الحفاظ على حساب الجمعية بمصرف الراجحي، وللتحويل من أي بنك آخر وللاستفسار جوال رقم